مساء الخير أصدقائنا أصدقاء محامي الشارع، يا رب تكونوا بخير دايما. معلش بنتأخر عليكم كتير، بس سامحونا، الموضوع ده خارج على إرادتنا. النهارده هنتكلم في حاجة مهمة جدا. بقول لك إيه، أنت لسه بتدور على آثار؟ عايز تحقق حلم من أحلامك؟ نفسك تلاقي جد من جدودك اللي ماتوا من 7000 سنة؟ طب ما تيجي نشوف. عقوبة التنقيب عن الآثار. نص القانون رقم 117 لسنة 1983 والذي تم تعديله لرقم 91 لعام 2018 على عقوبة التنقيب عن الآثار، حيث تتمثل العقوبة هذه الجريمة في السجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 1,000,000 جنيه مصري، ولا تقل عن ذلك ولا تزيد الغرامة المالية عن 10 ملايين جنيه. ويتم تطبيق هذه العقوبة على كل من يقوم بعملية تهريب الآثار خارج البلاد. وجاء في نص المادة 42 من قانون التنقيب عن الآثار الجديد لعام 2021 بأنه يتم تطبيق عقوبة تتمثل في السجن المؤبد ودفع غرامة مالية 1,000,000 جنيه مصري، ولا تقل عن ذلك ولا تزيد قيمة الغرامة المالية عن 5 ملايين جنيه. يتم تطبيق هذه العقوبة على كل من يقوم بسرقة الآثار بغرض تهريبها خارج البلاد. بينما تتمثل عقوبة التنقيب عن الآثار في السجن المشدد لمدة 3 سنوات، ولا تقل عن ذلك ولا تزيد مدة السجن عن 7 سنوات، والغرامة المالية التي لا تقل قيمتها عن 500,000 جنيه مصري ولا تزيد الغرامة عن 1,000,000 جنيه مصري. ويتم تطبيق تلك العقوبة على كل من يقوم بهدم أو إتلاف الآثار أيضا. أما عند ارتكاب أحد العاملين بالدولة أو أحد الأشخاص المقاولين مع المؤسسات الحكومية المعنية بالتنقيب عن الآثار لجريمة الحفر بغرض الحصول على الآثار وتهريبها خارج البلاد، فسوف تزيد قيمة الغرامة المالية في هذه الحالة ولا تقل قيمتها عن 1,000,000 جنيه مصري، ولا تزيد الغرامة المالية في هذه الحالة عن 2 مليون جنيه مصري.